السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. هنعمل النهارده تورتيه حلوه جدا، وكمان هيعرفك ازاي تقطعيها وتكفي معاكي لكام فرد. وهنشوف مع بعض كل حاجه دلوقتي. انا هنا خبزت 300 جرام من الاسبونج في صينيه مقاس 20، اللي هي بتاعه التورت. طلعت معايا بالارتفاع دوت. طالعه معايا اللهم بارك. بشيل القبه اللي هي يعني اتحروقت شويه كده، وكمان بشيل الأرضية اللي هي عاملة طبقة خارجية. بقطع بالمنشار على درجة 9. قطعت معايا 4 رقات، ورقة خفيفة خالص هنسيبها نستخدمها في أي حاجة حابة تدخليها، مفيش أي مشكلة. خدت هنا الأربع رقات، طلع معايا الاسبونج هش وحلو جدا. جبت هنا البورد هنا بالظبط على مقاس التورتاية، مقاس 20. وابتديت أحط قطعة من الكريمة علشان أثبت بيها التورتاية. هنا كان مطلوب التورتايه بحشوات كده مميزه وحلوه. طبعا الحشوات ديت بتزود في سعرها. يعني انا في الطبيعي بطلع التورتايه ديت ب 270، انما الحشوات ديت فطلعتها ب 330. هنا حطيت جناش من الفستق. جناش الفستق هنا طعمه بيبقى حلو قوي، بس دسم جدا، مش اي حد بيتقبله. وهنا حطيت تاني رقه، اللي هي الديسك التاني، وهبتدي برضو احط عليها يعني فراولة او نوتيلا بيضة. هي كانت طالبة الميكس دوت، وقالت لي صراحة حلو جدا. وهوريكم كمان في الاخر الفيديو التقطيع ازاي، كام واحدة، يعني كام قطعة تطلع من مقاس 20 مع الارتفاع دوت، عشان خاطر الناس اللي بتقعد تسأل. هنا ابتديت احط بيوري الفراولة واقلبه كده، بيدي طعم حلو قوي للكريمة. هنا انتوا لو واخدين بالكم انا ما طلعتش للطروف زي الفستق في الجناش، علشان لقيته بيبهدل الدنيا يعني ايه بيسيح كده. فنحاول على قد ما نقدر ما نطلعش لحد الطروف من التورتايه، علشان خاطر اللون ما يطبعش بره او اللون يطلع بره، لان هي كانت مطلوبة من بره كلها تبقى لونها ابيض. هنا حطيت نوتيلا بيضة، وقلبتها برضو كده في قلب الكريمة عشان تدي معايا برضو طعم حلو وغني. وهبتدي بقى احط كده رشة من المكسرات ورشة من الكريسبي وبسكوتة لوتس. هي كانت طالباها كده. قطعتها بالشكل دوت خشن، وحطيت قطعة من الكريمة صغيرة عشان تمسك، ما تعملش فاصل ما بين الحشوة اللي هي بتاعت الحاجة ديت، وكمان الطبقة اللي فوق. هنا هبتدي بقى احط يعني ايه حاجة بسيطة كده من الكريمة، نعمل الكرامب كود اللي هو نلم يعني الفتافيت الكيك، علشان خاطر ادخلها الفريزر تشد معايا، علشان اقدر ايه اجلسها وتبقى معايا كويسه، لان الجو حر اليومين دول. فطبعا الكريمه مش بتمسك معايا قوي زي ما كنا في الشتاء اللي هو السقعه جامد. حطيتها في الفريزر لمده ساعه، وطلعتها بقت متماسكه بالشكل دوت. وابتديت احط الكريمه في الكيس الحلواني، وابتدي اوزع كده. هو احسن حاجة لتوزيع او تطلعي فينش كويس جدا لازم تحطي في كيس حلواني، علشان خاطر تطلعي الكريمة طبقة كويسة محترمة. تعرفي تجلسي عليها وتدي معاكي شكل في الاخر فينش كويس وممتاز. وكمان ملحوظة عايزة اقول لكم عليها، ان بلاش موضوع البورد اللي هو يا دوبك على قد التورتايه. بصوا يعني هو مش باينه، البورد مش باين. البورد هنا عامل كأنها ما كانتش طالبه حاجه على البورد تنكتب. فانا حطيت على البورد هنا مقاس التورتايه بالظبط. بصوا شكلها مش حلو خالص، وصعبه جدا في التجليد، يعني بتلاقي حاجه ترد معاكي. بصوا بقى هنا هنعمل التمويجه بطريقه سهله خالص. بتجيبي السبيتولا وبتعمليها بالسن كده، وايديكي بتلف تحت في بتاع الدواره. وهنا هنجيب الظهر بتاع السبيتولا برضو، وهنلف التمويج بالشكل ده. كده معايا التمويجات زي ما انتوا شايفين، زي ما هي ما طلبت. هجيب بقى السبرينكل الصغير دوت، بشتريه وبحطه هنا في برطمان عشان ما يتهدرش معايا، او بيبقى سهل قوي في ان هو الكيس يتقطع ويتبهدل. فبحافظ عليه في برطمان كده عشان يبقى كويس. جبت بقى اللولي، وابتديت برضو اوزع بالشكل دوت. وهجيب الطبر، هي كانت طالبة طبر بنوتة وفرشتين بس مش اكتر، يتحطوا كده على التورتايه. صراحة طلعت شكلها هادي جدا ورقيقة خالص، ما خدتش معايا اي مجهود، ما شاء الله طلعت حلوة جدا اللهم بارك. قولولي رأيكم فيها ايه، وسعرها كده مناسب ولا عاملة ايه. بصوا بقى هنا هنبتدي ايه اللي تشيلوا الطبر.
التوبر بتشيلوه بمنتهى السهولة زي كده. وبعدين بتقوموا جايبين السكينة، بصوا هنا ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4، بتقطعيها اهوت ل4 حاجات كده. قطعت معاكي 4 قطع، وبعدين هتاخدي من النص هتعملي برضو 4 قطع و4 قطع، وهنا الطرف 3 قطع بالشكل دوت، والطرف التاني طلع قطعتين. يبقى انتي كده معاكي 13 قطعة عاليين ما شاء الله، حلوين جدا. ممكن ترفعي القطعة عن كده هتطلع معاكي 26 قطعة، انما هي بالحجم الكبير دوت طلعت معاكي 13 قطعة حلوة.